إذا بدك تكون سريع امشي لحالك، بس إذا بدك تمشي لمكان كتير بعيد امشي مع حدا. بعد ما صرفت أكتر من $6000 على الكوتشنج وعلى المنتورز، اليوم حأحكيكم بهذا الفيديو شو يعني منتور وشو الفرق بين الأستاذ والمنتور، كيف نحن فينا نختار المنتور الصح لنتعلم اشياء جديدة، وليه أصلا نحن لازم نفكر إنه يكون عنا منتور. طيب شو يعني منتور؟ المنتور هو مرايتك للمستقبل، انت عم تشوف حالك بعدين من خلال هذا الشخص، لانه هو حيعلمك لتوصل للشيء اللي هو اوريدي وصل. بكل اختصار هو بيرسم لك الطريق اللي انت بدك توصل له، فهو بيعلمك كيف تصطاد السمكة، ما بيروح بيصطاد عنك وبيجي بيعطيك اياها. شو الفرق بين الاستاذ والمنتور؟ الاستاذ بيعلمك اشياء من الكتاب او بيزد على اراء اشخاص تاني وبيقول لك اعملها انت، بس المنتور بيعلمك اشياء من الاكسبيرينس تاعك، بيكون حدك بكل خطوه انت بدك تعملها. يعني مثلا اذا انت كنت بالجيم وعندك اليوم 20 رابس لحركه معينه، انت بتوصل لل 15 وحده بس بعد في عندك 5. هذا المنتور هو بيكون معك لحتى تقدر توصل لل 20 رابس، وبيكون عم يشجعك ويعطيك الخطوات اللازمه والاستراتيجيز المضبوطه لحتى انت تقدر توصل ل 20 رابس. ومنتور مش هو واحد شفته على السوشيال ميديا عنده 100,000 فولورز، حضرت له كذا فيديو، ثالث فيديو رحت اشتريت البروجرام تاعوله او الكورس تاعوله اللي حقه 2000 او $3000. هيدي اكتر غلطة بتكون انت عملتها اذا هيك بتعمل، لانه بدك تكون متابعه يعني على مدار وقت كتير كبير لحتى تقدر توصل لمرحلة ان انت تروح تشتري منه وتوثق فيه دغري. طب هلا انت كيف بدك تنقي المنتور الصح اللي بعلمك الشيء اللي انت بدك اياه؟ في عدة عوامل بتأثر بانه نحن نختار الشخص الصح. حاعطيكم اهم عاملين من هول العوامل. اول واحد هو الانتجريتي. انت بدك تعطي هذا الشخص مصاري، بس انت على اي اساس بدك تعطيه مصاري؟ اول شيء خلي يكون عندك عدة خيارات لتختار الشخص اللي بده يعلمك هذا الشيء، هذه المهارة. لنقول اليوم انت بدك تطلع مصاري، في عندك سيلز، في عندك اي كوميرس، في عندك دروب شيبينج، في عندك جوست رايتنج، في عندك كتير خيارات. احسن طريقة انك تتبعها اليوم هي انك تطلع بميتينجز مع الكوتشز او مع التيمز تاعولهم، لانه باغلب الاحيان الكوتشز ما بيطلعوا على كولز، التيم تاعولهم بيطلع. لانه عم تتعلم السيلز او الجوست رايتنج، تطلع مع 10 كوتشز سيلز، بتشوف من عنده ادفانتجز اكتر، من عنده ديس ادفانتجز، مين الخيار تاعوله بيناسب مع انا شو بحب، مين حبيت الفايب تاعوله اكتر، مين قلبك ارتاح له اكتر، مين في عنده عدة تستيمونيالز ومين في عنده تستيمونيال واحد. لان في كتير كوتشز بيبنوا البروجرام تاعولن على تستيمونيال واحد، فهذا بيكون ريسكي هذا البروجرام، لانه فيش عنده غير تستيمونيال واحد باني عليه كل النجاح. بس الكوتش اللي بيكون عنده كتير تستيمونيالز وبيكونوا جايبين نفس الريزلتس، هذا انت بتقدر توثق فيه اكتر. وكمان شغله كتير مهمه انك ما تطلع على ولا ميتينج من دون ما تكون عم تعرف هن شو بدهم يقولوا لك، لانه هن سيلز بيبل، ولانه هن بيعرفوا يبيعوا، حيبيعوك من خلال الايموشنز، حيبيعوك من خلال المشاعر تاعولك. يعني حتى لو انت ما كنت فاهم حيقدروا هن يبيعوك، لانه هن بيعرفوا كيف يبيعوا. حتى لو انت ما كنت مقتنع حيعرفوا عنك انه انت هلا بحاجة لمصاري، حيعرفوا عنك انه انت هلا بدك تشتري لابتوب، حيعرفوا عنك انه انت هلا بدك توصل ل $2000 او $3000، فحيقنعوك من خلال المشاعر تاعولك. تاني شيء هي السكيلز. لازم هيدا المنتور او الكوتش يكون عنده سكيلز اللازمة لحتى يوفي بالوعد اللي هو عم يعطيك اياه. يعني كم كيس ستاديز عنده؟ اذا كان شخص بيعلم كوبي رايتنج، واذا شخص لعنده كان عنده كلاينت واحد، بعد ما علمه كوبي رايتنج كم كلاينت زاد؟ من هون بتعرف انت اذا هيدا المنتور او الكوتش حيقدر يفيدك ولا مش حيقدر يفيدك. يعني شو كان وعده وقديه النسبة كانت. حاعطيكم 11 سبب ليه لازم يكون عندكم منتور او كوتش بس بدكم تتعلموا شيء. اول شيء انه هو كان بالمحل اللي انتو فيه هلا ووصل للمكان اللي انتو بدكم توصلوا. تاني شيء بتقدر تحكي مع حدا بيعطيك unbiased decisions. ليه؟ لانه هو شخص ما بيقربك، هو شخص ما بيعرفك، فبس انت تغلط حيقلك انه انت عم تعمل هون هذا الشيء غلط، مش حيقلك عم تعمله صح لحتى يراضيك، لحتى ما يزعلك، لا، حيقلك هذا الشيء غلط زبطه. ثالث شيء حيكون عنده كونكشنز بتقدر انت توصلن من خلاله. رابع شيء بيخليك تنتبه على اشياء انت ما كنت منتبه لها،
ولا اصلا حتنتبه لها اذا كنت لحالك. بيخليك تكون اقوى وواثق بالشيء اللي انت عم تقدمه وتعمله. سادس شيء، اللي عنده منتور دايما عنده فرصة انه ينجح بوقت اقل من الشخص اللي ما عنده منتور. سابع شيء زي push you to learn، يعني هن بيدفعوك وبيشجعوك لحتى انت تتعلم. ثامن شيء، بوفر عليك كتير مصاري. صح يمكن تدفع له $3000، بس اذا اعطاك النتيجة اللي انت بدك اياها انت بتكون وفرت انك تروح تجرب انت لحالك او انك تروح تجرب مع كتير كوتشز وتضيع مصاري. تاسع شيء، بيوجهك انك تاخد القرارات الصح، لانه هو اوريدي عمل هالقرارات وعرف اي الصح واي الغلط. 10 شيء، مثل ما قلت قبل، انه هو مستقبلك، انت عم تشوف حالك بعدين من خلاله. واخر نقطة، انه هاي المنتور يكون عنده نفس البرنسبلز ونفس الفاليوز تاعولك، لانه انت دايما بدك شخص يثبتك على المبادئ تاعولك وما يخليك تكون بعيد عنه، لانه هذا الشيء الاساسي اللي بيخليك انك تقدر توصل للهدف تاعولك وتكون محافظ على الرسالة اللي انت بدك توصلها للمجتمع. وانطروني بالفيديو الجاي.